صراحة انت لو في كل شركات الساس بيبقى فيها شغل تك وسوفت وير، وفي بنسبة 99% او 90% حد اسمه متخصص برودكت مانجر. دور البرودكت مانجر هو بيشوف ايه اصلا الفيتشر وليه بنينا الفيتشرز ديت، هو بيكون عامل ريسيرش على ده. تمام. لو شغال في شركه البرودكت مانجرز الكويسين هم بيبقى عندهم داتا، حتى لو الشركه لسه بادئه فروم زيرو بيبقى عنده ريسيرش هو عمله احنا ليه بنينا مجموعه الفيتشرز دي وبدانا بيها. تمام. بتاخد انت الريسيرش ده وبناء عليه بتبدا تبني زي ما اسامه قال لك، تاخد كل فيتشر تعمل منها اكتر من طريقه مسج، اكتر من طريقه كوميونيكيشن، وتست ايه اكتر بين بوينتس وسوليوشنز، ايه اللي هينفع منهم وايه اللي هينجح. تمام. طب في حاله لو الشركه استابلشت وقائمه، تمام، برضه بتعمل نفس بتشوف بقى عنده الهيستوريكال داتا بتاعته جنب الريسيرش اللي البرودكت مانجرز عامله. مش كل الشركات عندهم برودكت مانجرز قويين وعاملين ريسيرش. ممكن برودكت مانجرز، ممكن تخش شركه تلاقي عندهم برودكت مانجر مش عاملين ريسيرش، اللي هو قال لك احنا فاكرين احنا عملنا الفكره دي عشان كول، او دخلنا الاي اي عشان حاجه جميله، يعني هو مش عارف ليه استخدامها لليوزر. فهنا انت اللي بتضطر تعمل الريسيرش ده شويه، بتاخد الفيتشر دي بتروح يا اما تسيرش على الفيتشر دي استخدامها ايه، بتروح اللي هي كومنتات المنافسين، بتروح مثلا لو انت شغال في سوق اجنبي بتشوف الكوميونيتيز بيتكلموا عن ايه الفيتشرز اللي بتساعدهم، يعني ريدت وكوره. لو انت شغال على سوق امريكي وسوق اوروبي، ريدت ده منجم فعليا، منجم ذهب، تقدر تخش تطلع منه انسايتس عن استخدام الفيتشرز دي ايه. وبرضه لما بتجمع المعلومات دي بتعمل نفس النقطه اللي اسامه قالها، اللي هي بتبني لكل فيتشرز زي كونتنت بلان صغيره بطريقه كوميونيكيشن ومسجز، وتست اكتر من مسج لكل فيتشر فيهم، وتشوف ايه اللي هينجح معاك. الهدف زي ما اسامه وضح هو ان انت يبقى معاك عدد فيتشرز ومسجز انت عارف ان هي بتكونفرت في الاكوزيشن، ونوع تاني في الريتارجتنج والاكتيفيشن. تمام. ليه؟ علشان يبقى عندك سوليد جروس بلان في الحته دي.